قاعدة هنا في الأوضة علشان أنا بفك دلوقتي المخدات عشان أنجدهم. أنا اللي هنجدهم طبعا، لأن أنا كنت ناوية أعمل الكلام ده قبل رمضان، بس طبعا الوقت ما سعفنيش. فطبعا لو هو طلع بره لأن أنا حاطة القطن في البلكونة النهاردة، الجو سخن كده وشمس وحلوة وهوا، وقلت يتهوى، قلت القطن يتهوى بقى، مع ان احنا لسه منجدين قريب. يعني احنا القطن بتاعنا نظيف. اوعوا تفكروا ان احنا بننجد عشان بنعمل بيبي مثلا ولا حاجه، لا لا، ده لازم لازم من فتره كده، كل فتره والتانيه، يعني ما تكتريش عن سنتين او سنه. يعني لو جدع كده كل سنه تنجدي الفرش بتاعك عشان يبقى حتى مريح في النوم. تمام. فانا حابسه هنا رعد عشان انا حاطه القطن في البلكونه، وهو لو شافه هيتمرمغ فيه، وانا مش ناقصاه. يعني خليه كده محبوس شويه لغايه ما افك المخدات. تعالوا معايا بقى اوريكم المخدات. شايفين بقى منظر المخده ده بقى اللي انا بتكلم فيه. زيوت الشعر والجل والحاجات ديت طبعا، والميه اللي بتبقى في الشعر لما بتبقى مستحميه او غاسله شعرك وتيجي تنامي بقى المخده بتتبهدل. فشايفين فاحنا هنعمل فانا عشان كده من فتره للتانيه، يعني كل 6 شهور، كل 8 شهور، كل سنه بالكتير. انا لسه قريب خالص، يعني لسه يمكن ما كملتش سنه منجده. بقى بجدهم في البيت، يعني مش بجيب حد ينجدهم لي، بس انا هنجد المراتب، هخلي الراجل بقى ينجد لي المراتب، لكن المخدات انا اللي هنجدهم. تمام. هنوفر توفير يا ماما. المرتبه هياخد عليها 200 جنيه والمخده هياخد عليها 50 جنيه. طب وانا على انا هعمل 4 مخدات و4 خداديات، يعني هياخد له استنى يا عم بكمل كلامي، يا عم استنى يا عم، لا اله الا الله، بيحللوش الندهة على الربابيكيا غير وانا بتكلم. فهو بياخد على المخدة دي 50 جنيه وبياخد على الخدادية 25 جنيه. يبقى انا هنجد 3 مراتب و4 مخدات و4 خداديات. 4 خداديات ب100 جنيه و4 مخدات ب200 جنيه. يبقى دي كام؟ 300 جنيه. وهنجد 3 مراتب ب600 جنيه. طيب يبقى انا اوفر 300 جنيه واعملهم انا في البيت، المخدات والخداديات هعملهم في البيت، وابقى وفرنا 300 جنيه. تبقى سهله عليك الموضوع، عشان ما تيجي تقولي للراجل انا عايزه، يعني لجوزك ان انا عايزه انجد، ما يخبطكيش بحاجه في وشك. فيبقى الموضوع سهل. 500 جنيه يعني ولا 600 جنيه مش حاجه كتير. واظن ان كتير دلوقتي مش بيعملوا المراتب القطن، بيجيبوا المراتب اللي هي السوسة. بس انا استحاله اجيبها لان انا ما بحبهاش. هي موجوده عند امي بس انا ما بحبهاش ابدا، وما بحبش انام عليها، مش مريحه، وثانيا مش صحيه. فعايزه اقول لك ان انا اللي عندها مراتب قطن زي كده، يعني غيبي كل فتره كده على الاقل مثلا كل سنتين على الاقل، يعني ان انت تنجديهم. ولو عندك اطفال صغيرين طبعا كل سنه، ده اكيد. فهنوفر مثلا 300 جنيه. فلما تيجي تقول لجوزك انا هنجد المراتب، عايزه انجد المراتب، يعني يحسبها كده حساب كيلو ونص لحمه، مش كتيره يعني. فاهماني؟ يلا انا هروح افضي بقى القطن ده في البلكونه وهوريهولكوا برضه. هو طبعا كده انا فكيت المخده اهي، والبواز بتاعتها اللي هي اللي بتبقى قدام دي حطيتها اهي صغيره بقى عشان نكسر الملل. تمام. فبصوا انا هودي القطن ده في البلكونه واسيبه يتشمس بقى، اسيب الشمس بقى تاخد وتدي معاه بشكل ودي علشان اما اجي انا اكبسه، انا مش هكبسه هو زي ما هو كده، ده انا هنفضه زي بتاع المراتب بقى والمنجد. هنشتغل منجدين اليومين دول. هوريكم بقى انا بنفضه ازاي. انا بفرفطه زي الكنافه. فحمارتك العرجه تغنيك عن سؤال اللئيم. واليومين دول احنا محتاجين نوفر على قد ما نقدر. نروح نفضي المخده دي في البلكونه واوريكم القطن. شايفين يا جماعه القطن اهو، دول مخدتين وخداديتين بس، لان انا المكان هنا ضيق
زي ما انتوا واخدين بالكم كده، شايفين المكان ضيق، وحاطه الجزمه في البلكونه عشان الروايح والصيف. ف دولت بقى ايه، هعمل مخدتين وخداديتين، وبعدين لما اجبسهم اعمل الاتنين التانيين. شايفين بقى الجو عامل ازاي؟ بصوا الجو عامل ازاي. ده بقى يا بنت احلى جو تنجدي فيه، اللي كله تراب ده. والله العظيم الجو اللي تلاقيه سخن قوي كده وفيه هوا، ده احلى جو تنجدي فيه. يا بنات الاكياس اللي كانت فيها القطن، اللي هما الخداديتين والمخدتين، بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتوا شايفين زي الزفت. فهنغسلهم، ما عايزين نوفر بقى، مش هنجيب قماش جديد، هنغسلهم وننضفهم تنظيفه حلوه كده. طبعا لما يكون في قطن لازق كده متغسلهمش في الغساله، عشان ما يمسكش في المروحه او يعني يعمل لك وبر كده يلزق في الهدوم بعد كده. هغسلهم دول دي بس اللي فيها القطن لازق فيها، اما الباقي فهو كويس يعني ماشي حلو. فهنعمل ايه، هنشيل القطن دوت ونغسلهم على ايدي، اغسل دي على ايدي، وبعدين اغسلهم في الغساله واسيبهم ينشفوا. في هذه الاثناء هكون انا نفضت القطن واسيبه برضو يتهوى شويه. انا ممكن اسيبه لبكره عادي، ما انا عندي مخدات لسه ما فكتهاش هنام عليها. منورين. انا اديت لرعد افراج شويه عبال ما المخدات تتهوى وتنشف، بعدين احبسه تاني. طبعا احنا لازم نكون لابسين كمام عشان التراب. بنعمله كده زي الكنافه، نعمله كده زي الكنافه. بصوا شايفين قاعد فين. طب انا اعمل ايه دلوقتي عشان لما اقول لكم احبسه احسن محدش يزعل ويقول لي بتحبسي رعد ليه؟ ما هو انا بحبسه عشان كده. شايفين يعني انا لسه منزلاه من هنا. يلا مع السلامه، يلا طريقك اخضر يا شربات. دي يا بنات المخده اول واحده. طبعا انا كبستها بعد ما نفضت القطن تنفيضه بقى، وسبته يتهوى حلو جدا ونفضته، ورحت كبستها، بس لسه ما خيطتهاش بقى، لسه ما قفلتهاش. بعد كده هنخبط عليها كده ونطبطب عليها. بصوا شايفين اقسم بالله انا ما شفت اجن من كده. انت مروش. نروح بقى مغرزين هنا غرزه وهنا هوريكم. هنحط هناخد هنا اللي بعد ما ننفضها كده ونخبط عليها بايدينا جامد، ونروح حاطين هنا ناخد غرزه بالابره، ابره التنجيد، وغرزه تانية هنا مكان العلامات يعني، ونعقد جامد عشان ايه القطن يمسك في بعضيه ومفيش قطن يعني ما يروحش كده ولا كده. وبعد كده هنعمل كذا واحده يعني لغايه ما نخلص المخده. وبعد كده هنركب بقى الوشاش الجديده اللي هما الابواز الجديده اللي احنا قلنا هنغيرها. خلاص كده، خليكم معايا للنهايه.